ازاي تكسب اي مناقشة لما تدخلها مع اي حد بمنتهى السهولة؟ اول حاجة خليه هو اللي يبدأ بالكلام ويشوف اي حاجة بيقولها ويسيبه ياخد وقته في الكلام، ويبدأ بعد كده يرد عليه في نقاط الغلط اللي هو غلطها، لان اي حد بيتكلم بيغلط. فانت ابدأ ان انت هاجمه، عشان هيبقى الكلمة الاولى والاخيرة ليك لما هتنهي الكلام في الاخر. هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليك تثبت اي حد وانت بتتناقش معاه، وكمان تعرف تاخد حقك منه. عشان كده في الحالات دي انا عايزاكم تعرفوا اللي هيبدأ المناقشة هو الخسران. ابدأ اسمع وفكر وهتعرف ترد على ايه، وحدد نقاط اللي انت هترد عليها عشان ما تتلخبط ودماغك تبقى تتشتت. لا، خليك مركز في كل كلمة بيقولها عشان تعرف تهاجمه وتاخد حقك منه. واول ما يخلص كلامه ويقول اللي هو عاوزه ويطلع اللي هو عاوزه، هتبدا ان انت الصوره توضح وتقدر ان انت ترد عليه وتغلطه وتاخد حقك. وما تديلوش حجم اكبر من حجمه، عشان انت هتبدا ان انت تكبر حاجه ملهاش لازمه، وتبدا ان هو تخليه بمعنى صح يحط عليك. فاهدى وركز وخد حقك بمنتهى السهوله. سوشيال لايك والشير عشان الكل يستفيد. سلام.